السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي ألف صحة وفي ألف حال يا رب، ونعمة من فضل من ربنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وجينا بالفيديو المنتظر، فيديو كحك العيد. اللي بيشوفني متنساش يعمل لايك، أهم حاجة اللي بتشوفني يعمل لايك، واللي بتشوفني يعمل لايك. والناس اللي بتشوفني أول مرة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، الكلمة الحمراء على الشمال كلمة اشتراك عشان نزود عدد القناة بتاعتنا أكتر بكتير. ودوت فيديو مهم جدا 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 عشان خاطر العيد. كحك العيد هنعمله باسهل طريقه وباحلى من المحلات بكتير جدا 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 جدا. هنعمل كحك العيد مع بعض باسهل طريقه ممكنه وباحلى طريقه وباحلى طعم الدايب الحلو اللي مفيش بعد كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناه. يلا نشوف المكونات بتاعتنا باسهل طريقه ممكنه، يلا مع بعض. اهو يا جماعه عندي 2 كيلو دقيق. بنخلهم بس الاول كده عشان لو في اي كلاكيع اي حاجه مش كويسه. اهم حاجه ننخل الدقيق كويس كده. بتاعت اللي جبتها يوم. الكريم، بودرة الكريم. وانتوا حطها في كيس فين؟ مش كده في التلاجة؟ والكيس كان حاطينه بره. انت اللي شايله. ما شلتوش يا ستي انا ساعة خدت ما. المعلقة. ما مش هيحصل لها حاجة، كده كده السمنة ساقعة يعني، ما هو في التلاجة يعني. هنجيب البودرة دلوقتي، الكريم البودرة. كده نخلنا الاتنين كيلو دقيق اهوت معاكم. بس كده. سمسم دوما محمص. 4 معالق كبار سمسم محمص. اهم حاجه اللايك يا جماعه، من فضلك اعمل لايك، اللي بتشوفني ويا اللي بتشوفيني اعمل لايك. انا بعمل لكم طريقه كحك المحلات اللي هو اعلى حاجه، بجد اعلى حاجه. طريقه حلوه وطريقه سهله جدا. اهم حاجه اللايك، والناس اللي بتشوفني اول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه. الكلمه الحمراء اللي على الشمال كلمه الاشتراك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهم حاجه اللايك، ما تنسوش تعملوا اللايك. تمام. هنحط بقى ريحه الكحك معانا اهيت. عندي هنا معلقه كبيره ريحه كحك، يعني حوالي معلقه ونص. اروح اجيب الكريمه واللبن البودر. اهم حاجه اللبن البودر، معلقتين كبار لبن بودره. ده المقدار يا جماعه بتاع الاتنين كيلو دقيق. تمام. يبقى 2 كيلو دقيق، معلقتين كبار لبن بودر، معلقه ونص ريحه كحك كبيره، 4 معالق كبار سمسم. 4 معالق كبار سمسم. عندي بقى كيس بيكنج باودر، هحط معلقه منه، معلقه بيكنج باودر بس. بس كده. هو اصلا الكيس عباره عن معلقه كبيره اهوت زي ما انتم شايفين بقى. ونقلب الخليط مع بعض. وراح اجيب بقى الكريمه. هات ذرة ملح طب والكريم. طب استنى، اروح اجيب الكريمه بقى والملح واجي. ماشي يلا. احط بقى ذره ملح، ذره ملح يا جماعه. ايوه زي ما انتم شايفين كده. وعندي بقى ايه الكريمه البودر دي، السر بتاعي في الكحك بتاعي، محدش بيحطها. يعني محدش بيحطها الا انا. يعني ما شفتش حد في اي فيديوهات على اليوتيوب بيحط كريمه البودر دي. تمام. انا الوحيد يعني الحمد لله اللي بيحط معلقه كريمه بودر، معلقه ونص كبار. بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده، بتخلي الكحك تحفه. ده السر بتاعي في الكحك. تمام. جبت انا كحك قبل كده واللي ما عجبنيش بصراحه، يعني ما استطعمتوش. ما بحبش الا الكحك اللي انا بعمله بايدي بصراحه، انا وامي. تمام. انا امي بس ايه بتساعدني ايه في الكحك دوت، انا اللي معلمه لها. شروحات قاسية. شروحات. لا هي امي اللي بتعمل الكحك وانا بساعدها فيه زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده المكونات سهله كده معاكم. 2 كيلو دقيق، عليهم آه عليهم معلقتين كبار ريحة كحك، عليهم معلقة ونص لبن بودرة، عليهم معلقة ونص برضو كبيرة اسمه دوت كريمة بودر، عليهم ذرة ملح، عليهم اسمه دوت. هحط دلوقتي خميرة الفورية بتاعتنا اللي هي البودر ديت، وعليهم معلقتين كريمة بودر زي ما انا قلت لكم السر بتاعي بتاع الكحك. يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، نعمل بقى ايه اختبار الخميرة. يعني ايه اختبار الخميرة؟ ان احنا بنشغل الخميرة بتاعتنا. عندي هنا ربع كوباية مية دافية اهو، بصوا اهي.
تمام. الاول ايوه اهوت، عليها معلقه سكر بودره. وبعد كده نحط الخميره بتاعتنا، ان احنا نشغل الخميره بتاعتنا. دي معلقه خميره فوريه، معلقه وربع خميره فوريه كده، ان احنا نشغل الخميره بتاعتنا ونقلب كويس جدا. ومين اللي شغال الفجر كده؟ مش عارف. بالمناسبه يا جماعه، انا شغال كده الفجر، انا بشتغل الفجر في الكحك. نقلب كويس عشان ما تبقاش مكلكعه معانا. احنا ليه ما جبناش خميره من الفرن؟ ما كنا عملناها وخلاص. كله بيعمل بدين. ما هو كله بيعمل فوريه، بس الفرن بترفعه يعني على طول. تصدقوا ان هي مشهور الناس ذات نفسها بتعمل خميره فوريه؟ عشان تخلص يعني. لا، بيتحكموا في المقدار اكتر من الخميره التانية. الخميره التانية ما بيعرفوش يقطعوها جامد في المقدار كويس. الخميرة الفورية أسهل وأسرع. مم. بس الفرن اليومين دول بقت شغاله جامد قوي. هو بقى الموسم بقى. بس انا ما بعترفش الكحك الفرن دي. ليه ما كنا بنعمله زمان؟ كان بيطلع حلو. والله اه كان بيبقى حلو زي الفل. ادي الخميره بتدوب معانا اهو يا جماعه، زي ما انتم شايفين. دي اسهل وصفه للكحك واحلى من بره بكتير، بالاسرار اللي قلتلكوا عليها وبالتركات اللي قلتلكوا عليها وبالخطوات بتاعتي اللي هي مش موجوده عند حد خالص على اليوتيوب الا عندي انا وبس. الحمد لله. يلا خلصنا كده الاختبار. الاهم خطوه بتاعتنا وهي السمنه البلدي. بصوا يا جماعه، كيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنة ومعلقتين سمنة. يعني انا عامل 2 كيلو دقيق بكيلو سمنة واربع معالق سمنة بلدي. تمام. دوت اللي بيخلي الكحك دايب جدا جدا، الكريمة ومقدار السمنة. يبقى كيلو سمنة بلدي واربع معالق سمنة على 2 كيلو دقيق للكحك. امشوا على الخطوات ديت هتكسبوا، اقسم بالله لا تكسبوا ان شاء الله. احنا ما حطيناش. ريحة السمنة جميلة بصراحة يعني. ما بحطش ريحة الكحك يا جماعة، طالما بقى في سمنة بلدي بيور تمام. حط ريحة. سوري معلش، ما بحطش ريحة السمنة البلدي. ما بحطش ريحة سمنة البلدي، لا يعني عندي سمنة بلدي هي حلوة جدا. الناس اللي بيحطوا ريحة السمنة البلدي اللي هم بيعملوها بنباتين عشان خاطر يضحكوا على الناس او يقولوا احنا عاملينها بسمنة بلدي. لا ما تقولش كده. فبتبقى ريحة الكحك هو معمول بسمنة نباتين، باكن الريحة سمنة بلدي. تمام. الناس اللي مش متاحة عندها سمنة بلدي، هاتي سمنة النباتين العادية اللي هي الكريستال اللي احنا عارفينها ديت، اللي هي لونها ابيض ديت، وهاتي ريحة السمنة البلدي، هيبقى نفس طعم وريحة السمنة البلدي. انما انا بحط سمنة بلدي بيور بعد ما بتسيح وتتجام حاططها. دي سمنة ساقعة في التلاجة يا جماعة، مش سايحة سخنة. يلا نبس مع بعض الكحك كده زي ما انتم شايفين. هنقعد لسه كده يجي 10 دقايق. احسبها بقى كده. ماشي، ما انا معاك اهو. على الساعة كام؟ 4:30 ل5، على 5:45 كده، ويبقى كده خلصنا قبل ايه بس اكيد يعني مش هفضل مستمر في الفيديو ال10 دقايق دول، هو يعني ايه المشكلة؟ عشان الناس بس ما تزهقش مننا. هتزهق مننا ليه؟ احنا قاعدين بنسلي. نفضل نبس كده يا جماعة لمدة 10 دقايق. يلا خلص بس وارجع لكم تاني. يا جماعة اختبار الخميرة اللي عملناه، بصوا عمالة تطلع معانا ازاي. شايفين اختبار الخميرة اللي قلتلكوا عليه طلعت ازاي الخميرة؟ اما اجيب بقى طبق عشان خاطر ما تقعش ايه
على الارض اصلها بتطلع عماله تزيد جامد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه قربنا نخلص بس في العجينه. ناقص 4 دقايق على فكره توصل ل10 دقايق اهو. بجد ريحته حلوه جدا جدا يا جماعه. ربنا يحسن ختامه ان شاء الله. نحط بقى الخميره بتاعتنا بقى يا جماعه. الخميره بتاعتنا زي ما انتم شايفين الاختبار بتاعها زي ما قلت لكم رفعها جامد. يلا نبس كويس. من تحت لفوق من تحت لفوق. الكحك ما بيتعجنش يا جماعه زي الفطير، لا. هات العجينه من تحت لفوق، من تحت لميها لفوق، من تحت لفوق. تاني مرة بقولها لكم، الكحك ما بيتعجنش زي الفطير، لا لا، بنلمها من تحت لفوق اهو زي ما انتم شايفين كده. بقى ايه؟ ميه ايه دافيه هنا يا جماعه زي دمة العين اهيت. حط في ايدي. من تحت لفوق من تحت لفوق. العجينه بتاعتي بتتلم معايا اهوت زي ما انا قلت لكم. انت عايزه تعملي بعجوه؟ انت عايز تعمل بعجوه، نعمل حته بعجوه، نسيب العجينه ترتاح كده 10 دقايق على بال ما نعمل العجوه بقى. بس انا ما باكلش العجوه، اعملوا على قدكم انتوا. انا ما باكلش العجوه دي، ما بحبهاش. ابو عجوه اللي انا اكله ساده. يا عم ماشي، واحنا بناخد حاجه ما تاكلوا، ده شغلانه. هات المكسرات فين؟ يعني كده خلاص هنسيب العجينه ترتاح. تسيبهم من عشان اما نحضر العجوه بس. تمام ماشي كده. العجينه بتاعتنا خلصت بتاعت الكحك. يلا نعمل العجوه مع بعض. بص اهي، شوف لما نعجنها عامله ازاي. لا كده عايزه سمنه. يا جماعه ابتدينا نعمل حاضر الكحك بتاعنا بالبصامه اهيت ديت. بكور العجينه وبحطها وانزل بالبصامه تفردها تمام. وعندنا المنقاش اهوت عشان خاطر نستخدمه في نقش الكحك زي ده كده. زي ما انتم شايفين كده العجينه الله اكبر عليها. يلا بقى ايه نجرب نشوف. اصور لكم وانا ايه بنقش او انا بعمل اللي هي البصامه الكحك. هوريكم بتعمل ازاي يعني. ادي الصاج قدامكم اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. وادي الكحكه بعد ما كورتها. اهي يا جماعه بصوا يا جماعه الكحكه دي يعني ايه. العجينه كده وندورها ما بين كفوف ايدينا لحد ما تنعم تبقى كويسه تمام زي ما انتم شايفين كده. نحطها هنا يا ماما ولا تلزق؟ هنا ضيق اما اسيبها فيها ايه. هتزيد صح؟ عشان الخميره اللي احنا حاطينها بتعلى؟ تمام. انا عايز بس اوريهم بس كده قدامهم اهو اهيت قدامكم اهي تمام. بجيب البصمه بتاعتي دي المناقيش وانزل كده بس كده. شايف كده تمام كده. نفردها. لا ولا حاجه اهي. هي بس المكسرات اللي عليتها شويه تمام. وهوريكم المنقاش برضو يعني تنقشوا ازاي. حلو دي كده.
هي بس المكسرات اللي بتعلي العجينه معانا في الحشو. ضيف بقى على الموضوع دوت ما عملناش العجوه. بس مش مشكلة. اهو بصوا، لا ده مشرشر ده اهو، الاشكال اللي تحبوها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. بعد شويه عشان بس تشوف اهو، تمام. ونخلص كده عجين الكحك بتاعنا بنفس النظام، بالبصامه وبنقش الكحك زي ما انتم مش شايفين. وكل سنه وانتم طيبين. استنوني بقى عشان خاطر برضه هنحط ايه بعد ما نخلص، نوريكم الكحك للاخر خالص. كل سنه وانتم طيبين. كده خلصنا نقش الكحك زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. بصوا الله اكبر، بصوا عامل ازاي، الله اكبر بجد. شايفين ادي الكحك قدامكم اهوت، بجد ولا اروع من كده. يلا نسيبه بقى يخمر نص ساعة أو ساعة إلا ربع يا جماعة. بنغطيه بقى في ملاية، جو كده كده حر يعني، فإن شاء الله يخمر معانا على طول إن شاء الله. وادي الكحك اهوت، جربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا 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 جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيدكم سعيد إن شاء الله، وبرضو رمضان كريم عليكم. بجد طريقة حلوة جدا جدا اهو. بصوا يلا، ادي يا جماعة الكحك اهو زي ما انتم شايفين، الله اكبر عليه في الفرن اهوت. شايفين الشكل، بسم الله الرحمن الرحيم عليه، بجد بسم الله الرحمن الرحيم عليه اهو. بصوا نسيبه لحد ما يستوي ونطلعه نقدمه مع بعض. وادي الكحك الدايب، كحك العيد بأسهل طريقة وأحسن من المحلات بكتير جدا 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 جدا. أهم حاجة اللايك، ما تنسونيش في اللايك بالله عليك، ما تنسونيش في اللايك من فضلك، ما تنسيش في اللايك.